وصفة النهاردة تتحدي بيها أكبر المطاعم. هنعمل مع بعض النهاردة السمك الفيليه أو المقلي المقرمش الكريسبي، والتتبيلة بتاعته خطيرة مفيش أحلى منها. وهنعمل كمان معاه الكاليماري، وهنعمل كمان رز صيادية. الرز كده التوابل بتاعته يتاكل حاف، مش محتاج جنبه أي حاجة. تابعي بقى معايا النهاردة الفيديو، ولو أول مرة بتشوفيني أنا مطبخ يسر اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وتابعي بقى معايا الفيديو وشوفي الوصفة القمر دي عملناها مع بعض ازاي. يلا بينا بقى نبتدي مع بعض. اول حاجة هنا كده معانا السمك دوت، السمك الفيليه ده نص كيلو كده من السمك. طبعا اول حاجة بتنقعيه في حبة ملح بمية وبتعصري عليه كده نص عصرة ليمونة، وبعد كده بتشطفيه كويس جدا وبتصفيه في مصفى. هنبتدي بقى ان احنا كده هنقطعه كده الاجزاء زي ما انتوا شايفين كده. يعني وانت تقطعيه بقى حسب يعني القطعة زي ما انت عايزاها، كبيرة صغيرة براحتك. انا كده عملتها بالحجم ده كده زي ما انتوا شايفين. هنقطع مع بعض كمان واحدة وخلي بالكم النص كيلو يعني بيرمي معاكي كتير، زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو معانا كان عامل ازاي في الطبق. كده انا قطعته كده كله خلاص. هنبتدي بقى نعمل مع بعض التتبيلة الخطيرة بتاعتنا. هنا معانا توم، ومعانا هنا هو هريسة شطة، وهنضيف بقى مع بعض كده التوابل. معانا ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود وبهارات السمك. كل حاجة كده ايه ربع معلقة كده صغيرة مليانة. وهنعصر كمان عليه ليمونة. التتبيلة دي كده بتبقى جميلة جدا، وهي دي بتاعة الأسماك، وبتدي طعم جميل قوي للسمك. ولو اتبقت بتبقى معاكي بتشيلها في الفريزر عادي. هنبتدي بقى نقلب كويس جدا كده التتبيلة كده بتاعتنا. وبعد كده هنجيب بقى السمك وهنضيف بقى من التتبيلة دي على السمك اهو زي ما انتوا شايفينها كده. وهبتدي بقى ان انا اقلبه كويس جدا عشان ياخد من طعم التتبيلة كده، وهغطيه بقى وهسيبه. هركنه بقى شوية كده ياخد من طعم التتبيلة، وبعد كده هنشوف بقى مع بعض ايه هنعمل ايه تاني. هنا برضو الكاليماري انا بقى كنت جايباه جاهز كده هوت في كيس، يعني اللي هو بيتباع مجمد دوت في الكياس بره. طبعا برضو بتنقعيه برضو في ميه بملح كده بليمون، وبرضو بتشطفيه. وهبتدي برضو اصفيه، وحطيت عليه برضو من نفس التتبيله. وهنشيل بقى معلقه من التتبيله ديت. هنشوف دلوقتي هنعمل مع بعض ايه. هنا هنعمل مع بعض الرز. هنا هو زيت على النار كده، وهنزل ببصلايه كبيره متقطعه صغير، ويا ريت البصل يبقى متقطع ما يبقاش مفروم او مبشور، هيديكي طعم حلو. هفضل اقلب بقى في البصله كده لحد ما هتديكي اللون دوت. وما تخافيش هي كده ما اتحرقتش ولا حاجه. والمعلقه بقى الصغيره بتاعت التتبيله اللي قلنا هنشيلها على جنب هنحطها هنا اهوت بقى مع البصل. دي بتديكي طعم وريحه تحفه للرز الصياديه. هنا بس هضيفنا كده فلفل اسود، وضفنا هنا اهوت كمان معاه كمون. وهنقلب كده. وهنضيف هنا معلقه صلصه كبيره اللي هي الجاهزه. احنا النهارده هندلع بقى مع بعض كده الرز الصياديه، هنعمله زي بتاع المطاعم. انا قبل كده كنت عاملاه معاكم، بس الرز الصياديه بقى الاسكندراني العادي في الفيديو بتاع السمك موسى. راجعوا الفيديو، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه. وضفت هنا اهوت بقى معلقه كبيره من الصويا صوص تديكي طعم ولون خطير للسمك. وبعد كده هضيف بقى الرز المصري بتاعنا الابيض العادي. طبعا بتغسليه وبتصفيه، وهضيفه كده وهسيبه بقى يتغلف كده اهوت مع البصل والزيت والتوابل والحاجات اللي احنا ايه حاطينها له. تمام. وهديله كده كام تقليبه زي ما قلنا كده يتغلف بيهم. وبعد كده هنضيف بقى الملح ونكمل بيها ايه تقليب. وتبقي طبعا محضره الميه بتاعتك بتبقى سخنه. وهنا هوت مقدار الرز بيبقى كوبايه الرز المصري عليها كوبايه من الميه. ضفت كده اهوت كمية المية اهي. انا هنا كنت عاملة يعني ايه حوالي كده 3 كوبايات من الرز. وهقلب كده اهوت زي ما انتوا شايفين الرز بيبقى مغطي سطح المية بتبقى مغطية سطح الرز كده اهوت. هسيبها بقى لحد ايه ما المية كده هتبتدي غلت معانا في الرز وابتدى ان الرز يتشربها كده زي ما انتوا شايفين. هديله كده اهوت تقليبة خلاص. وهسويه كده وهغطيه بقى واوطي عليه النار خالص لحد ما يستوي معانا. تمام. هنا بقى بصوا خلاص برضو انا حبيت اوريكم المراحل كلها كده ورا بعض بتاعه الرز. هنا كان الرز كان جاهز كده معانا واستوى زي ما انتوا شايفينه اهو. بصوا بقى جمال الرز بتاعنا.
واللون الخطير بتاعه والطعم والريحة، بصراحة مش قادرة اوصف لكم على جماله كان عامل ازاي. هغطيه بقى، وهنبتدي دلوقتي بقى نعمل السمك بقى في الدقيق. هنا معانا كوبايه ونص من الدقيق، ومعانا ملح وكمون وفلفل اسود، ومعانا بابريكا، ومعايا آم، هنضيف كمان هنا هوت معلقتين كده كبار من النشا. النشا ده هنا بقى اللي هيدينا القرمشه كده، وهيبقى طعمه جميل جدا، وهيبقى كريسبي كده معاكي. وهنضيف ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وما تضيفيش بيكنج باودر كتير علشان ما يشربش معاكي زيت. وطبعا كان في الطبق اللي كان فيه التوابل هترشي كمان الملح. تمام، وخلاص كده قلبنا بقى الدقيق. ناخد اول حاجه هعملها كده معاكم الكاليماري، احطه كده هوت في الدقيق، وانفضه واحطه بقى رصه في الطبق اهو زي ما انتوا شايفين كده. هعمله بقى كده لو خلصت كل الكميه. جبنا هنا هوت بقى السمك بتاعنا وبقيه الدقيق بتاعنا. هنا بقى الميه دي ميه بارده جدا من الحنفيه، ولا ساقعه ولا سخنه ولا اي حاجه. هتحطي كده السمك في الدقيق وتعفريه وتنزلي بيه في الميه، وبعد كده تنزلي بيه تاني في الدقيق وبس كده. وهترصيه بقى وبسرعه خالص، علشان هي بقى يعني الميه كده لما بتحطيه في الميه وترجعي تحطيه تاني في الدقيق، هي دي اللي هتديكي كده ايه الشكل بتاعه من بره بتاع الكريسبي، والشكل بتاعه اللي بيبقى من بره دوت الكفر بتاع السمك بتاعنا. هخلصه بقى بنفس الطريقه كده. وهنا بقى جبنا كده اهوت الطاسه فيها زيت، والزيت طبعا بيسخن. اول حاجه هنا هقليها بقى معاكم هيبقى الكاليماري زي ما انتم شايفين كده اهو. هضيف بقى على قد يعني الطاسه تبقى بتاعتي، وحاولي ما تضيفيش حاجه كتير علشان ما يشربش معاكي برضو ايه زيت. اي حاجه بتقليها ما تضيفهاش كتير في الطاسه عشان ما تشربش زيت. هنا بقى كان ابتدى كده ياخد معايا لون. خلاص قلبته بقى الناحيه التانية اهو. بصوا يعني ابتديت ان انا اقلب فيه. وبعد كده هطلعه بقى هحطه على مصفى. ما تطلعيش على ورق مناديل، طلعي على مصفى عشان الحاجه تفضل كده محتفظه ايه بالقرمشه بتاعتها. اهو بصوا بقى شكل الكاليماري اهوت زي ما انتوا شايفينه اهو. بصوا بقى هبتدي ان انا احطه كده على المصفى، وهكمل بقى ايه بقيه الطبق بتاع الكاليماري بنفس الطريقه. تمام. والنهارده يا رب كده تكون الوصفه ديت كده حلوه، وتعملوها وتقولوا لي بقى ايه رايكم في السمك بتاعنا النهارده. تحفه بصراحه، جميل جدا. بصوا بقى هنا هبتدي كده ان انا برضو هحط هنا اهوت السمك بعد ما خلصت كده الكاليماري اهو. برضو ما ضفتش سمك كتير عشان ما يشربش معايا زيت. اخد لون من تحت، هبتدي كده هقلبه الناحية التانية لحد ما هياخد لون تاني من على الناحية التانية. وبرضو هطلعه على مصفى مش ورق مناديل. بصوا بقى اللون بتاعه جميل ازاي، والطبقة بتاعته من بره يعني مش قادرة اوصف لكم كانت يعني مقرمش كده وعامل ازاي من بره. وهكمل بقى الباقي بنفس ايه الطريقة. هنا بقى كنا خلصنا خلاص السمك والكاليماري. بصوا شكل الكاليماري، وبصوا السمك بتاعنا عامل ازاي، بصوا الشكل بتاعه. وخلصنا كمان الرز. الرز بصراحة المرة دي يعني انا عاملاه بصراحة حكاية. التتبيلة بتاعته دي تحفة جدا زي بتاعة المطاعم بالظبط. هنبتدي بقى نرص كده هوت بقى مع بعض الطبق بتاعنا. لازم بقى تجربوا الوصفة دي وتكتبوا لي كده في التعليقات وتقولوا لي ايه رأيكم، تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. بس كده هنرص بقى كده مع بعض. وهنشوف دلوقتي بقى هنفتح كده مع بعض سمكية كده من السمك الفيليه بتاعنا دوت. بصوا الجمال بقى. ولازم تجربوا الرز بصراحة خطير. اهو ده كده الكاليماري معانا اهو، ودوت كده السمك. بصوا انا فتحته، بصوا الكفر بتاعه متماسك من بره وجميل جدا. بصوا الجمال بتاعه. وبصوا برضو الرز ولا بقى معجن معانا ولا اي حاجة. بصوا الجمال. بصوا اللون بتاع الرز خطير، وما اقولكيش برضو الطعم بتاعه عامل ايه.